السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنتكلم على فيديو جديد بيحكي عن البريدنج سايكلز، ودي من الحاجات شوية اللي بتلخبط في تشابتر 3، البريدنج سايكل أو المنسترال سايكل. طب مبدئيا كده كلمة بريدنج معناها تزاوج. طيب تعريف البريدنج سايكلز عندنا في المنهج هي عبارة عن period in the life of placental mammals، فترات في دورة حياة البلاسنتال mammals. خلال الفترات دي الأوفري فيها بينشط، الاوفري becomes active، والاوفري active معناها ان هو قادر ينتج 6 هرمونز وفيميل جاميتس. طبعا من الواضح ان الفترات دي الهدف منها هي السكشوال فانكشن اوف فيميل مامل عشان تقدر تنتج اوفا وتقدر تبقى قادره على التزاوج. طيب هل الفترات دي واحده في حياه الماملز كلهم؟ هل كل الكائنات عندها نفس الفترات بتاعت البريدنج سايكلز؟ طبعا لا. في عندك حاجه زي اللاين والتايجرز. في اللاين والتايجر البريدنج سايكلز عندهم بتبقى annually، يعني once per year، مرة في السنة. طيب الكاتس والدوجز بتبقى twice a year، مرتين في السنة، عندهم موسمين تزاوج في السنة. طب الراتس والرابت بتبقى frequently، دائمة متكررة بشكل كبير، تقريبا بتبقى monthly، كل شهر. طب في الهيومن فيميل بتبقى قريبة جدا من الرابت، بتبقى تقريبا كل 28 يوم ل 28 days، وبتتسمى عند الهيومن فيميل menstrual cycles. طيب اشمعنى menstrual cycle؟ قال لك علشان المنسترال سايكل او البريدنج سايكلز في الهيومن فيميل اذا ما حصلش فيرتلايزيشن، اذا الفيميل دي ما بقتش بريجننت، هتنتهي بحدث اسمه المنسترال بليدنج او المنسترويشن. طب هو الكلام ده ما بيحصلش في الباقيين؟ لا، الكات مثلا اذا ما حصلهاش فيرتلايزيشن ما بيبقاش عندها منسترويشن او ما فيش منسترال بليدنج. خلينا نشوف كده ال 28 يوم بتوع الهيومن فيميل دول متقسمين ازاي. طب ال 28 يوم دول تم مقسمهم ثلاث فترات. اول فتره بنسميها بروليفريشن. بروليفريشن كلمه بروليفريت معناها جرو او جروث، معناها انكريز، واللي احنا هنفهمه من الستيج دي ان دي اللي بيحصل فيها جروث للاوفا او ديفلوبمنت للاوفا، انكريز للسايز بتاع الجرافيان فوليكل وبتاع الاوفا. عشان كده سمينا الطور ده او الستيج دي بروليفريشن. ايه اللي بيحصل في البروليفريشن؟ مبدئيا كده البيتويتري جلاند بتفتكر كده فجأة تزود من إنتاج هرمون الاف اس اتش، الفوليكل ستيميوليتنج هرمون. فالاف اس اتش يطلع من البيتويتري تارجت الاوفري، يروح للاوفري يحفزه على تحويل واحدة من الاوفاريان فوليكلز اللي كانوا موجودين جواه الى ستراكشر اسمه جرافيان فوليكل. يبقى الاف اس اتش طلع من البيتويتري راح للاوفري، خلاه يحول واحدة من الاوفاريان فوليكل الى جرافيان. الجرافيان فوليكل دي بتعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة انه بيحصل فيها ديفلوبمنت للاوفم. طب عشان نبقى مركزين برضو ورابطين المعلومات ببعض، ايه بالظبط اللي بيحصل؟ ايه المقصود بالديفلوبمنت اوف اوفم؟ احنا عارفين ان الفيميل الاوفريان فوليكلز بتوعها موجود جواهم خلايا زي البرايمري او سايت. لما الاوجرافيان فوليكل بتنضج او بتكبر، البرايمري او سايت دي بتتحول الى سكندري او سايت، طبعا عن طريق مايوزس 1. يبقى جوه الجرافيان فوليكل بيحصل مايوزس 1، وبتتحول البرايمري اوسايت الى سكندري اوسايت. الحاجه التانيه اللي بتعملها ان هي بتنتج هرمون الاستروجين. الاستروجين او الاسترادايل يخرج من الجرافيان فوليكل عشان يتارجت الاندوميتريوم او اليوترس لايننج ويزود الثيكنس بتاعها، increase the thickness of endometrium. يبقى نراجع مع بعض. في البروليفريشن البيتويتري جلاند طلعت اف اس اتش، حول الاوفريان فوليكل لجرافيان فوليكل. جرافيان فوليكل بتعمل جواها ديفلوبمنت للاوفم، يعني بتحول البرايمري اوسايت الى سكندري اوسايت عن طريق مايوزيس 1، وبتنتج كمان الاستروجين هرمون. طيب الستيج دي تقعد قد ايه؟ الستيج دي تقعد 10 دايز. طيب خلال 10 ايام دول الجرافيان فوليكل بتكبر، بتزود من تركيز الاستروجين، والاندوميتريوم ثيكنس بيزيد. بعد ال 10 ايام دول بيحصل ستيج تانية اسمها اوفيوليشن. في الاوفيوليشن البيتويتري جلاند بتنتج هرمون تاني اللي هو ال اتش. ال اتش بيروح يتارجت الجرافيان فوليكل عشان يعمل لها رابتشر يعني تتقطع، ويخرج منها السكندري اوسايت. يعني اللي بيخرج في الاوفيوليشن مش ميتيور اوفم، لا بالعكس، دي سكندري اوسايت. لان احنا عارفين ان مايوزس 2 اثناء الاوجينيسيس هو ديلي ديفيجن، يعني بيحصل بس اثناء الفرتلايزيشن. عشان كده اللي بيخرج من الجرافيان فوليكل اثناء الاوفيوليشن هي سكندري اوسايت. طب بقايا الجرافيان فوليكل بعد ما اتقطعت تتحول الى ستراكشر اسمه كوربس ليوتيوم. الكوربس ليوتيوم اللي اتكون بيبدأ ينتج في هرمون الاستروجين برضه، وبينتج كمان هرمون تاني اللي هو البروجستيرون. الاستروجين والبروجستيرون بيتارجتوا الاندوميتريوم،
عشان يزودوا ال thickness of endometrium تاني more and more increase the thickness of endometrium to be ready for receiving the baby أو the fertilized ovum. كمان بيزودوا البلاد سبلاي رايح للاندوميتريوم عشان إذا حصل fertilization والبيبي اتغرس جوه البطانة بتاعة الرحم يلاقي فيه بلاد سبلاي يتغذى منه. الستيج دي بتقعد قد إيه؟ الستيج دي بتقعد 14 يوم. 14 يوم كاملين الكوربس لوتيان بيكبر شويه وبيزود من انتاج الاستروجين والبروجسترون عشان يزود الثيكنس اوف اندوميتريوم. اذا ما حصلش فيرتلايزيشن، لو دي فيميل ان ماريد مثلا او لو فيميل ما فيش فيرتلايزيشن، اللي بيحصل ان الكوربس لوتيان بعد ما بيكون وصل للماكسيمم سايز بتاعه بيبدا يحصل له ديجنريشن. طيب ديجنريشن اوف كوربس لوتيان معناها ان الاستروجين والبروجسترون ليفل هيقلوا، يعني يحصل decrease في الليفل اوف استروجين and progesterone. طب الاستروجين والبروجسترون اللي كانوا بيحافظوا على الثيكنس اوف اندوميتريوم وبيكيب ذا اندوميتريوم ثيك في خلال ال 24 يوم اللي فاتوا دول، لما يقلوا ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الاندوميتريوم يحصل له تيرنج للاندوميتريوم، ويحصل كمان فولنج. جزء البطانه بتاعت الرحم اللي زاد خلال الفتره اللي فاتت دي هيبدا يتقطع ويخرج بره جسم الفيميل مع بليدنج هيستمر من 3 to 5 days فيما يعرف ب stage المنسترويشن. إذا حصل إن الفيميل دي not fertilized الكوربس لوتيوم هي degenerates gradually والاستروجين والبروجسترون level هي decrease leading to tearing of endometrium falling of endometrium together with bleeding هيستمر من 3 to 5 days فيما يعرف بالmenstrual bleeding أو menstruation. كده احنا كملنا 10 و14 24 ومن 3 ل 5 ادي 28 يوم كاملين. تخلص السايكل في الاوفري وتبتدي سايكل جديده في الاوفري التاني، لان احنا عارفين ان التو اوفريز بيشتغلوا مع بعض بالتبادل. طيب الكلام ده مشروح نظري ولكن المنهج حاططه لنا فيه جراف. الجراف ده احنا بنقسمه 4 اجزاء. اول جزء فيه بنتكلم فيه على ال بيتيوتري هرمون، الجزء الثاني بنتكلم فيه على الاوفري هرمون، الجزء الثالث بنتكلم فيه على التغيرات اللي بتحصل جوه الاوفري او حاجه بنسميها الاوفريان سايكل، والجزء الاخير بنرسم فيه الاندوميتريوم. احنا لما جينا شرحنا proliferation ovulation menstruation، ولكن ده مش معناه ان احنا مش ممكن نبداها من اي مكان، عادي هي سايكل دايره ممكن نبداها من اي حاجه. عشان كده في الشرح هنبدأ من أول المنسترويشن. اشمعنى تحديدا؟ لأن كل التغيرات أو كل الحسابات اللي بنحسبها بتبقى بادية من from the beginning of menstruation، من بداية المنسترويشن. طيب المنسترويشن كان بتقعد من 3 ل 5 أيام، أدي 0 3 5 7، وبعدين هنمشي شوية كده ناخد أدي يوم 14، وبعدين أدي يوم 21، يوم 28. أنا طبعا مش حاطط الأيام كلها، أنا حاطط بس الأيام المهمة. طيب خليني اسالك كده، تفتكر ان البيتيوتري هرمون الاف اس اتش هيبدا يزيد او هيكون زياده اثناء المنسترويشن؟ طبعا مش البيك بتاعه، هو هيبدا يزيد في المنسترويشن بس يعني هيوصل لليفل عالي كده يوم 5. اشمعنى يوم 5؟ عشان المفروض ان هو يحول واحده من الاوفريان فوليكلز. طيب شباب احنا اتفقنا ان البيتيوتري جلاند بتفرز اف اس اتش، بيوصل لليفل عالي كده عند يوم تقريبا 5. الليفل ده بيحفز الاوفري انه يحول واحده من الاوفريان فوليكلز اللي موجودين فيه لجرافيان فوليكل. يعني معنى كده ان الجرافيان فوليكل مش بتنتج غير يوم 5 او بعد يوم 5. طيب لما الجرافيان فوليكل بتنتج بتبدا تنتج استروجين، الاستروجين هيبدا يزيد من بعد يوم 5. طبعا الاف اس اتش عمل دوره فخلاص هيقل، والجرافيان فوليكل هتقعد تكبر وتزود في تركيز الاستروجين عشان تعمل ديفلوبمنت للاوفم اللي جواها. هتوصل للماكسيمم سايز بتاعها تقريبا عند يوم 13. عشان كده الاستروجين اعلى ليفل ليه هيبقى يوم 13 14، وده هيحفز البيتيوتري جلاند ان هي تنتج الهرمون التاني اللي هو ال اتش. ال اتش بيبقى البيك بتاعه مشهور قوي كده، بيبقى زياده جدا كده عند يوم 13، يبقى ده البيك بتاع ال اتش. ال اتش بيعمل ايه؟ بيعمل اوفيوليشن، يخلي الجرافيان فوليكل تنفجر، تخرج منها السكندري اوسايت وتتحول الى كوربس ليوتيوم. عشان كده مع الاوفيوليشن هتلاقي تركيز الاستروجين قل شويه. طب بعد كده الكوربس ليوتيوم بينتج استروجين وبروجستيرون، يبقى معنى كده ان احنا هنلاقي بعد يوم 14 from the beginning of menstruation الاستروجين والبروجسترون الاثنين الليفل بتاعهم بدأ يزيد. طيب الكوربس ليوتيوم بيكبر وبيوصل للماكسيمم سايز بتاعه تقريبا يوم 21 برضه من بدايه المنسترويشن. معنى كده طب لو ما حصلش فيرتلايزيشن هتلاقي ان الكوربس ليوتيوم بدأ يتحلل تدريجيا. عشان كده هتلاقي تركيز الاستروجين والبروجسترون هما الاثنين بدأوا يقلوا. طب الكلام ده ازاي بيأثر على الاندوميتريوم؟ طبعا الهرمون ده هو الاستروجين، والهرمون اللي بعد الاوفيوليشن ده اللي بيزيد لوحده هو البروجستيرون. التأثير ده على الاندوميتريوم ايه؟ اثناء المنسترويشن الاندوميتريوم بيحصل له تيرنج فولينج، اهو بيقع مش موجود.
بيقل. طيب من بعد يوم 5 او من بدايه البروليفريشن تركيز الاستروجين هيبدا يزيد، فهيزود معاه الاندوميتريوم. طيب بعد الاوفيوليشن هل الاندوميتريوم هيقل؟ لا طبعا، بالعكس ده هيبدا يزيد كمان، عشان في استروجين وبروجستيرون. اعلى ليفل هيكون عند يوم 21. مع نقص الاستروجين والبروجستيرون هيبدا يقل، عشان يبدا السايكل مره تانية في الاوفري التاني. طيب في شويه ملحوظات مهمه هنا، ممكن يجي يسالك يقول لك ليه الاستروجين كان موجود قبل الاوفيوليشن؟ طبعا عشان الجرافين فولكل هي اللي بتنتجه. طب ليه قل شويه بعد الاوفيوليشن وبعد كده رجع يزيد تاني؟ طبعا عشان الجرافين فوليكل حصل لها رابتشر، وبعدين الكوربس لوتيوم بيبدا ينتج هو البروجستيرون. الكلام ده في حاله نون فيرتلايزيشن. ان كيس اوف اوكيرنس اوف فيرتلايزيشن، في حاله ان حصل فيرتلايزيشن، قال لك في الوقت ده الكوربس لوتيوم هيفضل مكمل لمده 3 مانثs، 3 شهور، اول 3 شهور في الحمل، ويبدا بعد كده يحصل له ديجنريشن، عشان يكون في بدايه الشهر الرابع ايه البلاسينتا اكتمل تكوينها. يعني خلي بالك، هو احنا بنقول ان البلاسينتا اكتمل تكوينها في الشهر الرابع، هو بتبقى موجوده من قبل كده، بس بيكتمل تكوينها في الشهر الرابع، وبتاخد هي دور الكوربس ليتيم في انتاج البروجستيرون. البروجستيرون هنا دوره ايه؟ البروجستيرون دوره مهم جدا، دوره ان هو بيعمل انكريز للثيكنس اوف اندوميتريوم، بيكيب ذا اندوميتريوم ثيك، حافظ على الثيكنس اوف الاندوميتريوم، بيساعد على الديفلوبمنت اوف مامري جلاندز during pregnancy. بيعمل انهبيشن كمان، انهبت للاوفيوليشن. يعني طول ما في بروجسترون في جسم الفيميل، لا في اف اس اتش هيطلع ولا في ال اتش. عشان كده اثناء الحمل طالما في بروجسترون يبقى الاوفيوليشن واقف، مفيش اوفيوليشن، مفيش منسترويشن ولا منسترال سايكل. البروجسترون بيوقف الاوفيوليشن. طيب ساعات بيجي يسأل كده يقول لك ان في ميل بدأت المنسترال سايكل عندها مثلا يوم 1 جولاي، يبقى الاوفيوليشن عندها يوم كام؟ او الاوفيوليشن يحصل امتى؟ هتعد 14 يوم من بعد يوم 1، يعني تقريبا يوم 14 او 15. اذا حصل اوفيوليشن يوم 14، فبنقول ان الاوفم بتكون ready for fertilization within 2 days، يعني يوم 14 ويوم 15 الايام دي اذا حصل فيها mating، اذا وصل السبيرم للفالوبيان تيوب، ممكن يحصل بريجنسي او fertilization. طيب في معلومه كمان بتقول ان السبيرم بيعيش من يومين لثلاثه. طب لو السبيرم وصل يوم 13 يحصل الفيرتلايزيشن؟ هيفضل مستني الاوفم في الفالوبيان تيوب لحد يوم 14 ويحصل fertilization. طيب لو وصل يوم 12 هيقعد مستني 12 13 ويوم 14 يحصل fertilization. معنى كده ان الايام دي من 12 ل 15، او يعني ممكن نقول من 12 ل 16، الايام دي هي الايام المحتمل فيها لو كان في ميتنج ممكن يحصل بريجنسي. اذا حصل الميتنج ووصل السبيرم يوم 10 يحصل fertilization. يوم 10 السبيرم بيعيش 10 11 12، يبقى هو هيموت قبل ما الاوفم تخرج، وبالتالي مش هيحصل fertilization، ويبقى سبب الفيرتلايزيشن هو الديث اوف سبيرم. طب اذا وصل يوم 18 السبيرم للفالوبيان تيوب، الاوفم بتعيش 14 و15 بس، يبقى معنى كده ان برضه مش هيحصل fertilization، وهيبقى سبب النون فيرتلايزيشن هنا هو الديث اوف ذا اوفم. دي كانت مراجعة سريعة كده على البريدنج سايكل او النسوة سايكل، وان شاء الله في فيديو تاني ممكن نكمل الاجزاء في شابتر 3 اللي في الاخر، اللي برضه بيحصل فيها شوية لخبطة. سلام.